السلام عليكم، كيفكن يا حبايب؟ شربت فنجان القهوة أنا وابني وقمت بلشت بالدولمة العراقية. جبت الكوسة وجبت لها بصل، جبت لها بطاطا، جبت لها بندورة، جبت لها النبي نحط لها كمان باذنجان، وهي أساسية على فكرة فيها بس أنا ما حطيت. وورق العنب هن كمان بحطوا السلق، أنا بحط ورق العنب، طبعا حسب كل واحد عيلته شو بتاكل. غسلت هالخضرة وبلشت أور فيهن، حفرتن كلياتن وحطيتن على جنب. طبعا أنا هون شوفوا ما خليت شي حتى ليكو الفليفلة كمان حطيت فليفلة، نسيت أحكي لكم. جاهزتن شوفوا منظرن، منظر غير شكل بيخلع العقل. كنت ناقع الرز وجبته بلشت بهر فيه، وطبعا البهار حسب ما بتحب عيلتك، صارت العالم شو ما بدها بتحط. حطيت لها بهار، حطيت لها كركم، حطيت لها بابريكا، حطيت لها كمون، حطيت لها توم، حطيت لها فلفل اسود. طبعا هي شغله بتطلع حسب الواحد. حطيت لها نعناع، ولانه نحن بنحبها بنعناع، هي ما بينحط لها نعناع على حسب ما بعرف، وسمعت انه الدولمه العراقيه ما بينحط لها نعناع. وحطيت لها ماجي، وحطيت لها السمنه. الناس بيعملوها بزيت، انا حطيت لها سمنه. طبعا هو حسب الموجود عندي صراحه يعني، وانتو نفس الشيء يعني، كل بيت حسب الموجود عنده بيشتغل شغله. وهون حركتهم ورديت حطيت عليهم معلقه دبس فليفله حاده، وبلشت احشي فيهم. شوفوا ما شاء الله البصلات، لأنه حجم كبير سهل صار اللف تبعهم، هو أسهل شي يعني. عملت البطاطا وعملت البندورة، وحبيت أحط المرة خيار وبدي أجرب، سمعت بيحكوا إنه الخيار طيب بالمحاشي، فحبيت أحط فيها ونجرب ونشوف. شوفوا أنا يسفل الطنجرة بحط لها كالعادة حسب مو موجود عندك، أو حسب ما بتحبي، أو حسب ما البرنامج اللي ماشي أنت عليه. ناس بحطوا لها لحمة، في ناس بحطوا لها دجاج، ناس بحطوا لها بطاطا وبندورة، وهن العراقية بحطوا لها فول، بيحكوا له يعني إنه أطيب، يعني ما بعرف، نحن ما بنحط هيك شي. هاي جهزتها، حطيت لها الملح، حطيت لها دبس البندورة، وحطيت لها المي بالاول وبعدين دبس البندوره. حطيت لها مي بالاول هيك لحتى قربت تستوي، وبعدين حطيت لها دبس البندوره. شوفوا ما شاء الله بعد ما جهزت اكلتنا. يلا حطوا لي لايك واشتراك، ومع السلامه.